ومن بعد ما طاب الكريسبي ديالنا فهو تيجي بهذه الطريقه هذه. بسم الله. يا السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد على القناه ديالنا. فيديو اللي غادي نشوفوا طريقه تحضير كريسبي اللي كيجي مقرمش على طريقه المطاعم. غادي نكتشفوا الاسرار ديالو ومعايا. يلا سيدي ندوزو للمقادير. بسم الله. كنحتاجوا صدر ديال الدجاج اللي غسلنا مزيان بالحامض، الدقيق الابيض، معلقه تاع مايزينا، بيضه، تحميره، البزار، البصله غبره، سكنجبير، الملحه، الكيري، ثومه غبره، الحار، ومعلقه ديال الخل، وكاس ديال الحليب. كناخذوا صدر ديال الدجاج ديالنا اللي كنقطعوه. بالنسبه للمقادير فاحنا كناخذوا واحد البول بحال هكا، كنديروا فيه القوام ديالنا، معلقه ديال التحميره، راس معلقه ديال البزار، راس معلقه ديال البصله مطحونه، معلقه تاع سكنجبير، معلقه ديال الملحه. بالنسبه للملحه راه كنديروها شويه كثيره حيت كنمارينيوه وتنخليوه يرقد. راس معلقه ديال الثومه، معلقه تاع الكوري. بالنسبه للكوري فهو راه كيتباع عند العطار، كتقول ليه الكوري كيعطيه لك. راس معلقه ديال الحار، بالنسبه للحار فهو اختياري. وكنديروا معلقه كبيره ديال الخل، وكاس ديال الحليب، وكنحركوه. وكناخذوا الدجاج ديالنا ونمارينيوه مزيان باش الماريناج يدخل للدجاج كامل. كنغطيوه بالسلوفان وكنديروه في الثلاجه لمده 4 حتى ل 6 سوايع. من بعد كنخرجوه وكنبانيوه. وها هو الدجاج ديالنا من بعد ما خرجناه من الثلاجه اللي جلس فيها لمده 6 سوايع فهو كيجي بهذه الطريقه حتى الريحه تبارك الله يا سلام. واول حاجه فاش كنبغيو نبانيوه حنا كناخذوا واحد الاناء اللي فيه الماء، كنزيدوه معلقه صغيره ديال الخل، وكنزيدوه واحد البيضه. من بعد كنحركوه، كندوزو للطحين ديالنا اللي كنزيدو فيه رويس تاع سكنجبير، رويس ديال التحميره، البصله، ثومه، نص معلقه ديال الملحه، وتنزيدوه البزار، ومعلقه كبيره ديال المايزينا. وحتى هو كنخلطوه بهذه الطريقه هذه. وكنضيفوا على الدقيق ديالنا 2 معالق من هذا الماء هذا اللي درنا فيه البيض والخل، باش يعاون الكريسبي ديالنا باش يجينا فيه دوك القشيرات ويجي مقرمش. من بعد ما درنا الزيت سخن كناخذوا الصدر ديالنا، كنديروه مزيان في الدقيق. من بعد كنديروهم في الماء بهذه الطريقه، كنخشيو كنجبدوه ثاني. تنعاودو نديرو ليه الدقيق بهذه الطريقه هذه مزيان، ومره مره نوركو عليه. كنضربو الدقيق شويه، ومن بعد كنديروها في الزيت ديالنا. كنستمروا في نفس العمليه. ومن بعد ما طاب الكريسبي ديالنا فهو تيجي بهذه الطريقه هذه، وكي تتشوفوا نعمات معنا فهو تيجي مقرمش. داكشي تبارك الله، اللهم بارك، وطايب من الداخل.
وندوزو لمرحلة التذوق. بسم الله. اللهم بارك. سمعتو القرمشه كي تجي داكشي بحال ديال المطاعم. الفيديو ديالنا راه وصل النهايه ديالو. ما تنساوش ديروا ابوني وجيم واشتراك للفيديو ديالنا، وتحياتي.